كشف الصحفي التركي طلقة طانش عن القضاء الأمريكي حصوله على معلومات تؤكد تورط 6 مصارف تركية وكويتية وأخرى سعودية في مدينة اسطنبول تعمل على تمويل تنظيم داعش ومنظمات متطرفة أخرى في سوريا. ويقول طانش أن رجال أعمال وشركات كويتية وخليجية ترسل منحا مالية لحسابات المصارف ال6 تحول بعدها للمتشددين من تنظيم داعش وجبهة النصرة في سوريا. ويشير تولغا أن المدير العام للمصرف الكويتي التركي الذي يحول الأموال للمتطرفين في سوريا هو من المقربين جدا للرئيس التركي رجب طيب أردوغان. وكشفت وحدات حماية الشعب الكردية يبكا بشريط فيديو آذار الماضي تورط النظام التركي في دعم وتمويل وحماية معسكرات تدريب لجبهة النصرة على الحدود التركية السورية. وبثت قناة سوريا اليوم في وقت سابق أشرطة فيديو تظهر شاحنات ومركبات عسكرية تركية قادمة من معبر السلام الحدودي مع سوريا على مشارف بلدة عزاز تحمل المعدات العسكرية للنصرة بشكل دوري. كما كشفت صحيفة جمهورية التركية العام الماضي عن مقطع فيديو لاعترافات سائقي شاحنات كانوا ينقلون الأسلحة والذخائر لمواقع داعش في سوريا، وتثبت تورط الحكومة التركية في دعم التنظيم بالسلاح والمقاتلين الأجانب. وأعلن مركز حميم لتنسيق المصالحة في سوريا 7 من الشهر الجاري رصد قافلة سيارات وشاحنات شمال شرق حلب كانت تنقل أسلحة وذخائر بمرافقة مسلحين من طرف الحدود مع تركيا.